بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا بينا هنعمل أحلى صينية بطاطس بالكفتة. كفتة جاهزة من عند الجزار بالصلصة. عندي جزر وعندي طماطم، أنا بحب أحط الجزر في كل الصواني بتاعتي علشان القيمة الغذائية بتاعته. أهم ما في صينية البطاطس إن احنا ندعك البصلاية بالفلفل الأسود كويس قوي، بتديها طعم وريحة خطيرة، وفص توم مش باين في الطبق. وبنرص صينية البطاطس بتاعتنا، أسهل منها مفيش، سهلة جدا جدا. بنطبق كل الحاجات على بعض في الصينية ونحط المكونات بتاعتنا. عايزة تحطي فلفل، عايزة تحطي كوسة، حطي اللي انت عايزاه. والبصل، وهنقلبها كويس قوي، والبهارات، بهارات فراخ او مرقة دجاج لو عندك اي حاجة. ورشة جوز الطيب. بصي جوز الطيب دي بتديها طعم وريحة خطيرة. و... وبنرص الكفتة بتاعتنا. الكفتة دي جاهزة من عند الجزار، انا بجيبها بس اعملها مدورة، اعملها طويلة الشكل اللي انا عايزاه. هنبقى نعمل فيديو مع بعض لكفتة الحاتي وتكاتها كلها وخطواتها مع بعض بإذن الله. وحطيت الصلصة دي، صلصة اللي أنا عاملاها، أنا منزله الفيديو بتاعها على القناة. صلصة أنا اللي عاملاها، ودي الصلصة الجاهزة بحط معلقة بس منها عشان تديني اللون والتقول اللي أنا عايزاه. وكوباية شوربة أو كوباية مية عادي، احنا حاطين بهارات. وبنحطها في الفرن، وما بتاخدش حوالي ساعة. الطاجن بايركس طبعا ما بتحطش على النار. لو عاملة في صينية ألمونيا، في تيفال، ممكن تحطيها على النار تاخد غلوة بس، وبعد كده بنحطها في الفرن. انما البايركس ما بتحطش على النار، بيتحط في الفرن على طول. وهنا سبتها في الفرن، بعد حوالي نص ساعة بدأت بقى الكفتة تحمر واللون الجميل بتاعها يطلع. طبعا كفتة البطاطس بتعمل جنبها حبة رز أبيض بالمستكة، تحفة. أنا بشوح الرز عادي معاه فص مستكة، وبحط نص مكعب مرق. وبعد ما يتشرب الرز، ديت احلى ما في الرز. معلقه الزبده البلدي على الرز من فوق بعد ما بيتشرب، وبسيبها عادي. الرز بيتشربها بيبقى مفلفل وبيلمع، وطعمه وريحته تجيب لاخر الشارع. هنا صينيه البطاطس بعد ما طلعت، انا بسيبها براحتها لان بنحب الحاجه مستويه قوي. طعمها تحفه. بصي خطيره خطيره. واتسبكت كويس وقعدت براحتها في الفرن. والرز الابيض والسلطه الجميله دي، لا بجد انا بعشق الاكله دي، انا بحبها قوي. وبألف هنا وشفا على اللي اكلوها يا رب، ألف هنا وشفا. اعمليها واكتبولي في الكومنتات رأيكم في الطريقه دي، مستنياكم.